لو قررت تسيب شخص كان بينك وبينه علاقة عاطفية، ففي 3 حاجات مطلوب منك ضروري تعملهم. لايك ويلا بينا نبدأ. أول حاجة، وأنت بتسيب اديله سبب منطقي ومبرر لقرارك ده. حتى لو كان السبب متعلق بيه ان هو مثلا خذلك فعمل شرخ في الثقه بينك وبينه، او ان الموضوع متعلق بيك ان انت اكتشفت ان انت مش بتحبه، كان الموضوع مجرد مشاعر عاديه. في كلتا الحالتين لازم تكون قوي وشجاع وتواجهه بالحقيقه دي. ولو انت مش عايز تعمل كده علشان يا عيني ما تجرحوش، خليني اقول لك على حاجه. الجرح او الوجع اللي هيحس بيه لما انت تواجهه بالحقيقه دي وتبرر له سبب غيابك او ان انت هتمشي، هيكون اهون مليون مره من ان هو يتساب وهو مش عارف هو اتساب ليه. هيبقى عنده نقص، هيحس ان هو غير محبوب وغير مرغوب، ثقته بنفسه هتتهز. وطبعا انت مش هترضى الشخص ده يحس بالاحساس ده. تاني حاجه، طالما قررت تسيب يبقى تسيب بجد. اوعى تخلي الباب موارب. مش شرط اطلاقا تعمل بلوك، بس معلش ما تجيش تنزل ستوريز وتبين له فيها ان انت لسه بتحبه. ما تجيش تنزل ستوريز وتبين له فيها ان انت كارهه. ما تجيش تكلمه بدافع ان انتوا اصحابه وبتطمن عليه. زي ما انت اذيته بقرار الرحيل، لازم تسيبه يتعافى منك لوحده بدون اي ضغوط ومؤثرات انت بتعملها. تالت حاجه، النهايات اخلاق. ما تفشيش سر كان بينك وبينه. ما تعايرهوش على حاجه هو اعترف لك بيها. اوعى تطلب منه اي حاجه انت كنت مديها له، سواء كانت هدايا، سواء كانت فلوس، سواء كانت اي حاجه. وافتكر كويس ان الشخص ده يوما ما كان مأمنك انت دونا عن باقي الناس على مشاعره. وافتكر كويس ان انت من حقك تسيب، بس مش من حقك تسيبه من غير ما تقوله ليه. وربنا ما يكتب الشعور ده على حد.